اكتر سفاره بيخرج منها تاشيرات سفاره اسبانيا، وعلى جواز ابيض حساب البنكي ممكن يبقى فيه 150,000 وتاخد التاشيره، بس بشرط لازما يكون المهنه اللي مكتوبه في الجواز متناسقه مع الاوراق اللي انت مقدمها للسفاره. يعني لو مقدم HR مكتوب فيه مدير تنفيذي لدى شركه كذا، لازم يكون جوازك مطابق مع اثبات الدخل اللي انت مقدمه. بالنسبه للحساب البنكي، سفاره اسبانيا يهمها ان الحساب البنكي ده بتاعك فعلا، لانك انت بتمضي على اقرار او ورقه وانت بتقدم اوراقك في المكتب اللي هي ورقه تفويض للحساب البنكي، يعني من حقهم انهم يستعلموا على حسابك البنكي. فانت ما تتسهلش وتخلي حد يضحك عليك ويقول لك اعمل لك حساب بنكي. ممكن تاخد رفض، والرفض عادي في الورقه، بس انت متسجل عندهم بلوك وانت ما تعرفش. تيجي تقدم تاني على اي سفاره تلاقي انك بتاخد رفض. ما تتسهلش وسيبك من اللي بيقول لك انا هجيب لك حساب والكلام ده كله وطالع من البنك. لا، مفيش الكلام ده. لو انت فعلا معكش رصيد في حسابك البنكي او الورق ده مش طالع من البنك، السفاره بتعرف، لان السفاره من حقها تبعت نسخه من الورق للبنك وتقول الورق ده طالع من عندكم ولا لا. البنك يرد يقول لا الورق ده مش طالع من عندنا، فالسفاره هتديك بلوك وانت مش واخد بالك، وهتاخد رفض عادي خالص في الورقه. فما تتسهلوش وظبط حسابك البنكي 6 شهور على قد ما تقدر، بس قدم حاجه مظبوطه وتكون في الامان. وسيبك من الناس اللي بتسهل لك الموضوع، عشان انت لو خدت رفض واتعمل لك بلوك مستحيل تاخد التاشيره فيما بعد. هتحاول مره واثنين وثلاثه هتاخد رفض. فبالتوفيق للجميع.